السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم احلى كيك، يا رب يعجبكم. معايا كيك بالشوكولاته وكيك بالفروتي. معايا كوبايه لبن كبيره وكوبايه سكر برضو كبيره، ومعايا كوبايه زيت، ومعايا بقى معلقتين كبار كاكاو يعني، ومعلقه ونص دي كمان من عندي. وهضرب ده كله مع بعض بعد الفانيليا، وكيس الفانيليا اهو. وهضرب كل ده مع بعض لغايه ما السكر ده يدوب خالص، لغايه ما ينعم خالص وكله يندمج مع بعض. الكاكاو مع اللبن مع السكر مع الفانيليا مع الزيت، كل ده ضربته جامد مع بعض. وحطيت البيكنج باودر مع الدقيق، ده اقل من نص كيلو دقيق يعني، شايله منه في حدود حفان كده. وقسمت بقى الشوكولاته بقى اللي انا عملتها دي، قسمت نصها دي هيتعمل في التلاجة اللي هزوق بيها. هكسر معايا 3 بيضات على الحاجه اللي انا حطاها، اللبن مع البيض مع الزيت مع السكر. هتبقى احلى كيكه. لو انت عايزه تعملي منها تورته هتبقى اسهل ما يمكن، هتبقى اسفنجة خالص وجميله. نزلت بكل المكونات دي مع الدقيق وكل ده هيتضرب. كنت مسخنه الفرن بقى لغايه ما اجهز بقى الكيكه ديت، وهتشوفوا شكلها عامل ازاي النهائي. هتعجبكم قوي، وطريقه سهله وبسيطه ومخدتش اي وقت خالص، يعني اقل من 10 دقايق تكون عامله الكيكه. دهنت بقى القالب اللي هحط فيه الكيكه. بصوا جميل ازاي. هنزل بقى بالخليط كله. اهم حاجه متفتحيش عليها النار ولا توطي عليها النار. هدخلها الفرن بقى، اسيبها بقى تستوي براحتها. معايا هنا بقى ايه، كوبايه برضو سكر كبيره، هنزل بيها اول حاجه مع كيس بيكنج باودر مع الدقيق برضو اقل من نص كيلو. نزلت بكوبايه السكر المليانه، كوبايه لبن كبيره، كوبايه زيت. ومعايا بقى اللهم صل عليك يا نبي كيس فروتي. حطيت كل المكونات مع بعض. ومعايا 3 بيضات برضو، دي الصينية التانية اللي انا هعملها. وكيس كيس فانيليا. وهضرب كل ده مع بعض. والتلات بيضات اهم، ما كنتش لسه كسرتهم، بخليهم اخر حاجة بعد ما ادوب السكر خالص. وكله بقى هضربه مع بعض. وهنزل بالخليط بقى كله على الدقيق، وكله ضربته مع بعض. بصوا الجمال، احلى كيكه هتعملها في البيت باسهل ما يمكن. ومعايا الصينيه ديت، اي مقاس عندك بحط فيها، اي مقاس صينيه بحط فيه. خلاص كده ادخلها الفرن برضو وقفلت عليه كده. خلاص دي استوت. بصوا الجمال، قبة خالص وهشة خالص، ما شاء الله جميلة. وحطيت فيها السكينة عشان اوريها لكم ما فيهاش الهوا. هشربها كده باللبن قبل ما اقلبها. خلاص كده انا اقلبها بقى اوريها لكم الوش النهائي التاني. بصوا الجمال، ما شاء الله الطعم ده طلع تحفة قوي. بصوا الجمال، الله الله على الجمال. هسقيها بقى بالشوكولاتة اللي انا كنت مخلياها الاخر، بس اما اشربها لبن الاول كده عشان تبقى طرية خالص واسفنجة نهائي. بصوا المنظر بس، ما شاء الله عليها جميلة. يلا بقى اللي معملش لايك واشتراك في قناتي يعمل لايك واشتراك في قناة يوميات بيت العيلة عشان يوصلوا كل جديد. بصوا بصوا كده بسقيها الشوكولاتة دي، اشربها من جميع الجهات الشوكولاتة لغاية ما كلها تبقى لون واحد، تبقى شاربة الشوكولاتة نهائي. بس انا سبتها هديت شوية بس قبل ما احط الشوكولاتة، بسيب الكيك ده يهدى شوية.
قلت لغاية ما التانية تخلص اكون دي خلصتها برضو. كده هي خلصت، دي الشكل النهائي ليها. وهقطعها برضو وادوقها قدامكم واوريها لكم عامله ازاي من جوه. انا صراحه من حلاوتها بنتي كانت عاجباها قوي، قالت لي صراحه شكلها شيك قوي وشكلها منظرها حلو، عايزه لو ضيوف جت لنا نعمل زيها. وقعدت تصور فيها كتير اما هي عجبتها. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. يا رب تعجبكم. بس كده اقطعها بقى. كله كان واقف عايز ياكل منها. هي عالية قوي، عالية يعني انتوا ما شفتوش علوها عامل ازاي، عالية قوي الكيك ده. حطيتها بقى في طبق كده، بصوا عاملة ازاي ما شاء الله عليها، جميلة وطعمها تحفة وعجبتني قوي. قعدت صراحة اكلت منها كتير وانا واقفة. والكيكة التانية كمان طلعتها من الفرن اهي، بصوا جميلة ازاي وهشة خالص وطعمها تحفة. دي بقى اللي بالفروتي. يا رب تعجبكم فكرة النهاردة، وحاجة جميلة هتعجبكم قوي. ولو عملتها بنفس الطريقة دي صراحة تحفة وطعم تحفة. يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. اشوفكم على خير، مع السلامة.